يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم في الآية الأخرى، ويأبى الله وما أباه الله لا يكون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال سبحانه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك هنيئا لمن وقف في صف الحق، هنيئا لمن اختار أن يكون من المدافعين عن دين الله سبحانه وتعالى، وقبحا وسحقا لمن ارتضت نفسه إلا أن يكون عدوا لله تعالى، أن يدافع عن الشرك. قال تعالى عن المؤمن من آل فرعون لما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال ابن كثير، قال السدي رحمه الله: هذا الرجل هو ابن عم فرعون، ترك الحمية وترك القبيلة وترك كل شيء وقام، قال ابن كثير، قام غضبة لله بعد أن كان يكتم إيمانه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه الجريمة جريمة للأسف الشديد، جريمة أتى بها جميع الأنبياء والرسل، صارت جريمة عند الناس. الجريمة ليست البدع، الجريمة ليست الشركيات، الجريمة ليست القباب والأضرحة والذهاب إلى الدجالين والعرافين والحلف بغير الله ودعاء غير الله واللجوء إلى غير الله وادعاء علم الغيب. الجريمة الله واحد، أكبر جريمة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. ليه دخلون الأخدود؟ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ما هي جريمتهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم، هذه الجريرة التي من ثبت عليها لقي الله وهو عنه راض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأقولها صريحة كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاد أي عاند، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. عناد. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عناد، متصوفة عناد مع الله، قوماك نزاوي، الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعاندون القرآن، يقولون: ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب الطيب البشير كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى بالذكورة تقلب فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبدلون خلق الله ضد القرآن، يحيون الموتى ضد القرآن. قال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، الروح ترجعونها إن كنتم صادقين. قالوا نرجعها. عناد مع الله تعالى. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله. قالوا بناديهم في كل قضية، بناديهم أهل السلسلة، بناديهم حيين، بناديهم ميتين، بناديهم. قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قالوا بيسمعوا. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قالوا بيسمعوا. ضد القرآن. وناس رفضوا القرآن، ما عندنا مفاوضات معهم ولا مجالسات، لأنه ده الدين كده، ده دين رب العالمين. السجن حباب، دخلوا يوسف عليه السلام أشرف مننا فلبث في السجن بضع سنين، ولا يوم ولا أسبوع ولا غير. دخلوا ابن تيمية رحمه الله من عمره 55 سنة، دخلوه مظلوم، مرقوه 68 سنة جنازة للمقابر، 13 سنة في السجن وغيره، ظلم 8 سنة و13 سنة، موت ما سلم منه نبي الله يحيى عليه السلام، ذبح حتى قطع رأسه. ما سلم منه زكريا عليه السلام، شق على نصفين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. جاء خباب بن الأرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصحابي المظلوم المضطهد، قال: إن كانت سيدتي التي اشترته لتضع السيخ والحديد في النار حتى
حتى يحمر والله ما يطفئه إلا ودك ظهري تجعلني فيه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله وهو متوسد في بردة له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستنصر لنا ربك؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمعر وجهه وقال كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الأرض وتحفر له الحفرة فيوضع فيها فيشق بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه، ويوضع الرجل ويؤتى بأمشاط الحديد فتمشط بها حتى ما بين عظمه ولحمه وعصبه ما يغير من دين الله شيء، إن الأمر قريب. قال اصبروا وليأتين على الناس زمان يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله إلى آخر الحديث.